تعرض الشاب الأمريكي أوغويني فيني من ولاية ماساتشوستس لهجوم سمكة قرش عنيف أدى إلى جرحه وإصابته بالكدمات، حيث كان أوغويني يمضي العطلة على شاطئ في كاليفورنيا برفقة عائلته حينما تعرض للهجوم من سمكة قرش، وكاد أن يفقد حياته ونقل إلى المستشفى على أثره، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. فبعد مرور عدة أيام على الحادثة بدأ يعاني تدريجيا من آلام في الظهر، ولم يعلم شيئا عن مصدر الألم، وبعد إجراء فحوصات إضافية لاحقا تبين أنه يعاني من وجود ورم على كليته اليمنى بحجم الجوزة، وعلى الفور أجرى عملية على مستوى الرئة، فتمكن الأطباء من استئصال الورم السرطاني خلال عملية جراحية دقيقة. وعقب العملية قال أوغويني: لو لم أتعرض للهجوم من القرش لما كنت دخلت المستشفى واكتشفت السرطان وشفيت. ولحسن الحظ نتيجة لاكتشاف هذا الورم في وقت مبكر، فهذا الشاب ليس بحاجة إلى العلاج الكيميائي. وتشير الإحصائيات الصادرة عن مركز إحصاء هجمات أسماك القرش إلى تزايد أعداد هجمات هذه الحيوانات المتوحشة على البشر بشكل مضطرد منذ عام 1900، وكل عقد من الزمان تزيد أعداد هذه الهجمات بشكل أكبر عن السابق. وشهد عام 2014 وحده أكثر من 70 هجمة لأسماك القرش في أنحاء مختلفة من العالم، وقتل 3 أشخاص بهذه الهجمات في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا. ولكن رغم ذلك لا يجب عليك أن تغضب كثيرا من أسماك القرش، فيبقى الإنسان هو الكائن الأشرس، فأمام كل شخص يقتل عن طريق سمكة قرش يقتل البشر 10,000 سمكة قرش سنويا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.